نجمة منى زكي، أهلا بيكي معانا. اهلا بيك، ازيك؟ أول ما بنقول 60 سنة دراما، إيه اللي بيجي على بالك على طول؟ بيجي في بالي ان احنا دايما اصحاب ارقام كبيره، يعني مصر دايما اصحاب ارقام كبيره في كل حاجه في تاريخها، سواء الفني العملي العلمي الطبي. احنا عندنا دايما ارقامنا كبيره. منى، لو هعمل قصة حياتك مسلسل هيكون اسمه إيه؟ ما بحبش الحر. اسم المسلسل ما بحبش الحر؟ ايوه. هيكون كوميدي ولا اجتماعي ولا تراجيدي ولا تشويق؟ هيبتدي كوميدي وينتهي بمأساة لان انا بيغمى عليا في الحر. قولي مين هيغني تتر المسلسل بتاعك؟ احمد سعد. مين هيكون مخرج المسلسل؟ لا، في ناس كتير قوي، يعني احب ناس كتير قوي تخرج. مسلسل حياتك. حياتي. لا، ما احنا اتفقنا انه ده في اللذاذه، انا مش هعمل مسلسل حياتي اسمه ما بكره الحر اكيد. قولي لي ماستر سين في حياتك عمرك ما تنسيه. كان مشهد في افراح القبه، الفينال بتاع المسرحيه بتاع افراح القبه. لو هتكتبي حاجة في نهاية تتر مسلسلك هيكون إيه؟ انا بحب الحكم عموما كلها يعني، بس ما تامنش للضقير مهما كان صغير. جدتي بتقوله. ضيف شرف جه في حياتك سريع سريع وأثر في حياتك، مين؟ لا، في كتير يعني، انا اي حد بشتغل معاه لما بيبقى فنان قوي بيبقى مده يعني المعرفه بس الشغلانه، فبالتالي بيبقى ضيف. انا حبيت قوي ان انا استمتعت بموهبته وفنه، وبعدين خلاص. قبل ما أخلص معاكي عايز أعرف الشياكة دي كلها منين؟ الأوتفيت بتاعك بقى كلميني عنه. انا ستايلد باي ماي جلال، والفستان سان لوران، والجولري سرجاني. شكرا ليك يا منى. وشنطتي معلش اختين عشان بحبهم قوي. شكرا.